السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيب، عيب لما أشباه الرجال يتطاولوا على الرجال. عيب. زمان في الصعيد كان الأخ اللي بينه وبين أخوه سنة أو حتى 9 أشهر، كان لو رفع صوته على أخوه الأكبر منه كانت الأم تقوله: إيه يا فلان، هتتطاول على أخوك الكبير؟ فبمجرد الكلمة يتحول الصغير إلى رجل يحترم الكبير، والأب بيقوله إيه بقى؟ إيه يا واد، هتعلي صوتك على أخوك الكبير؟ فكان يلزم مكانه ويعرف يعني إيه احترام الكبير. وكل هذا كان نفس النظام بيحدث في المدينة. كل أسرة بتعلم ولادها يعني إيه احترام الكبير والعطف على الصغير، يعني إيه تكونوا رجال. فكانت كل أسرة بتنتج رجال بمعنى كلمة رجال. وما هو معنى كلمة رجال؟ عندما تنظر إلى أي شخص لتحكم عليه هو رجل أم من أشباه الرجال، لابد أن يتوفر في هذا الشخص الكرامة، الشهامة، الشجاعة، الأقدام، الذكاء، البسالة، العلم، الأخلاق، العطف، احتواء الأسرة، حب الخير، غيرته على شرف كل نساء الأرض، خوف على كل شباب الأرض من الضياع. وقبل كل هذا الدين الإسلامي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا البشرية أجمع لاحترام الكبير والعطف على الصغير، عندما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ففي وقتنا الحالي لا عادة الأم تقول عيب ولا عاد الأب يقول عيب إلا من رحم ربي، فأصبح في انفلات أخلاقي. وبرغم كل هذا كل أب وكل أم تركوا أبنائهم للهاوية ولم يربوهم على كلمة هذا عيب وهذا حلال وهذا حرام. سوف تذوقون المرارة من أبنائكم، وسوف يرفعون أبناؤكم عليكم أصواتهم بل حتى أيديهم، لأنكم أعميتم عيونكم وقلوبكم عن منهج دين الله وسنة نبينا محمد، فأصبح أولادكم قلالات الأدب لم يتربوا. كل من يتطاول على رئيس بلدته قليل الأدب وهو من أشباه الرجال. كل من يتطاول على جيش بلده قليل الأدب وهو من أشباه الرجال. كل من يتطاول على شرطة بلده قليل الأدب وهو من أشباه الرجال. كل من يتطاول على مشايخ بلده قليل الأدب وهو من أشباه الرجال. حفظ الله مصر ورئيس مصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل رجال الجيش المصري الأبطال، وكل رجال شرطة مصر الأبطال. أنتم فخر لمصر والمصريين. حفظكم الله في كل وقت وفي كل حين.